أهلا بكم مع عشاق كرة القدم. في هذه اللحظات تعيش قارة إفريقيا على واقع واحدة من أشرس وأهم البطولات في تاريخها الحديث. هنا في المغرب انطلقت بطولة كأس إفريقيا تحت 17 عام لسنة 2026، والمنافسة تزاوجت مجرد اللقب القاري. الرهان هذه المرة تاريخي وغير مسبوق، نحن لا نتحدث عن تأهل 4 منتخبات كما جرت العادة، بل هناك 10 مقاعد كاملة تؤدي مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في قطر. نعم، 10 منتخبات إفريقية ستغزو المونديال. في هذا الفيديو سنغوص معا في تفاصيل المجموعات النارية، الحسابات المعقدة للمنتخبات العربية، ومن ضمنها تأهلات رسمية، وكيف يدور الصراع في المقاعد 10. وقبل ما نبداو ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلك كل اخبار كرة القدم التونسية والعالمية وكأس العالم وقرب، باش فما برشا اخبار وتحليلات وملخصات للمباريات. ما عملوا اشتراك وفعلوا الجرس. البطولة تضم 16 منتخب تم توزيعها على 4 مجموعات، وكل مجموعة هي بمثابة مجموعة موت مصغرة. نبدأ بالمجموعة الأولى. عنا المنتخب المستضيف هو المغرب وتونس ومصر وإثيوبيا. هذه المجموعة تشتعل حرفيا. تونس خارج الحسابات بعد ظلم تحكيمي وعدم إعطائها ركلة جزاء ضد أثيوبيا. ركلة جزاء كانت واضحة، وتم التعادل بين تونس والمغرب بهدف لمثله، وتعادلت مصر مع أثيوبيا سلبيا في الجولة الأولى. الصراع العربي هنا ثلاثي الأبعاد، والجولة الأخيرة ستكون جولة تكسير عظام لتحديد المتأهلين. وفي المجموعة الثانية تضم الكوت ديفوار الكاميرون وأوغندا والكونغو الديمقراطية. الأفيال الإيفوارية كشرت عن أنيابها مبكرا وسيطر على المشهد. والمجموعة الثالثة تضم مالي، أنغولا، تنزانيا والموزمبيق. هنا تصنع تنزانيا الحدث بأداء هجومي قوي جدا صدم الجميع بانتصارين متتاليين. المجموعة الرابعة مجموعة الذهاب تضم الجزائر، السنغال، وجنوب أفريقيا وغانا. محاربو الصحراء في الجزائر يتصدرون المشهد حاليا ب4 نقاط بعد فوز ملحمي على الأولاد جنوب أفريقيا، لكن السنغال وغانا يتربصون في الخلف. السؤال الأهم الذي يشغل بال الجميع الآن: من سيترشح إلى كأس العالم؟ وكيف سيتم اختيار ال10 منتخبات؟ الكونفدرالية الإفريقية الكاف بالتعاون مع الفيفا وضعت نظام مثير جدا يعطي الأهم للجميع حتى اللحظات الأخيرة. ركزوا معي في الحسابات. خلينا نبدأ بالمسار الأول. النظام ينص على تأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة من أجل المجموعة الرابعة مباشرة إلى دوري ربع النهائي. بمجرد مثلا بمجرد أن يضع المنتخب قدمه في الربع النهائي مبروك عليه، لقد تأهل رسميا إلى كأس العالم في قطر 2026 تحت 17 عام. حتى هذه اللحظة منتخب الجديفوار هو الوحيد الذي حسم بطاقة التأهل، وأيضا مع المغرب. منتخب الجديفوار حصل 6 نقاط كاملة بقيادة المقاعد 7. المسارات المباشرة ستحسم في الجولة الثالثة. خليني نقول لكم على المسار الثاني. هنا تكون الإثارة. المنتخبات الأربع التي ستنهي دوري المجموعات في المركز الثالث مثل إثيوبيا لن تحزم حقائبها عائدة إلى الديار، بل ستدخل في ملحق إفريقي مسخن. ستواجه هذه المنتخبات الأربع في مباريات فاصلة حاسمة، والمنتخبات الفائزون سيلتحقون بركب المتأهل إلى المونديال. بذلك يصبح المجموعة الثامنة منتخبات في الربع النهائي، منتخبان من الملحق، يعني 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم. وطبعا خليني أقول لكم كيفاش تشاهدوا هذه المباريات إذا كنت تريد متابعة هذه الإثارة لحظة بلحظة ودعم منتخبك العربي. أول حاجة عندك عبر الإنترنت مجانا من المنصة الرسمية للاتحاد الإفريقي كاف تي في على اليوتيوب. تنجم تنقل الكثير من الفعاليات والمباريات الحية مباشرة، أو عبر البث التلفزيوني الفضائي شبكة بي أم سبوري، النقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجودة عالية، استديوهات تحليلية. وعندك في الحاجة الثالثة البث الأرضي المغربي، قناة الرياضية المغربية تي أن تي تنقل المباريات البطولة مباشرة، كون المغرب هو البلد المستضيف. البطولة مستمرة حتى الثاني من يونيو، والمفاجآت لا تزال تنتظرنا في الجولة القادمة. هل سنرى ثلاثي عربي كامل؟ المغرب، مصر والجزائر في المونديال قطر للناشئين. شاركونا توقعاتكم في التعليقات. من هي المنتخبات ال10 التي تتوقعها أن تتأهل؟
هذا كل شيء في الفيديو، ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلك كل أخبار كرة القدم التونسية والعالمية، وننصحك تشترك في القناة وفعل الجرس باش توصلك كل الأخبار، خاطر كأس العالم قريب، فما برشا أخبار وتحليلات وملخصات للمباريات. تابعونا في القناة.